السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنخزن مع بعض المانجا بطريقة كده ان شاء الله يعني اقتصادية. حتى القشر مش هنرميه. هنشوف مع بعض هنعمل ايه ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو. هنا معانا المانجا بتاعتنا، انا غسلها كويس جدا 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 ونقعتها في المية طبعا عشان الاتربة اللي بتبقى موجودة فيها. شايفين ان الملمس بتاعها ناعم جدا، بدليل ان ما فيهاش اي اتربة خالص. هنبدأ بقى، احنا بنجيب المانجا بتبقى فيها ايه شوية من الطراوة كده، مش عايزينها جامدة قوي عشان تطلع معانا كويسة. وده طبعا اول تخزينات رمضان. هنبدأ بقى ناخد المانجا، هنشيل بقى الجزء دوت كده مهما نكون غسلينها، بس الجزء دوت بيبقى متجمع في الأتربة كده. هنبدأ بقى نقشر المانجا بتاعتنا بالشكل دوت. وزي ما قلنا احنا مش هنرمي القشر خالص بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بتتقشر معانا بكل سهولة بالسكينة بقى بالمقشرة، المهم تقشريها. بالشكل دوت هنبدأ بقى نقشر باقي الكمية كده وارجع لكم ان شاء الله. زي ما احنا شايفين قشرت كمية المانجا كلها، وده طبعا القشر اللي طلع منها. هنبدأ بقى نشوف هنعمل فيه ايه في المانجا. تعالوا بقى نقطع المانجا بالشكل دوت. هناخد كمان الجزء دوت بالشكل ده بقى اللي احنا هنخزنه الجزء دوت. هنيجي بقى على النوايا دي، هنبدأ بقى ننضف كل دوت بالمعلقة. هنبدأ بقى نشيل كل المانجا في البذرة بالشكل دوت اهي. طبعا الجوانتي بيزحلق. هننضفها كلها كده اهي بالشكل دوت، وهنشوف هنعمل بقى فيها ايه. وزي ما احنا شايفين انا هنا عبيت المانجا اهي في الاكياس اللي احنا هنخزنها تمام. وهنا هناخد بقى القشر بتاع المانجا اهو، هنحطه بقى في الخلاط زي ما احنا شايفين كده. هناخد بقى السكر معاه. السكر بقى على حسب التحلية بتاعتك، عايزاه طبعا مسكر بتزودي. هناخد هنا السكر بسم الله. هناخد بقى شوية من المية عشان يمشوا الخلاط بس كده. وهنضرب كل ده بقى مع بعضه ونشوف هنعمل ايه تاني. وبكده ضربنا العصير كده في الخلاط وصفناه اهو. وده القشر او التفل اللي طلع من العصير.
كده شكرا ليه. وهنبدأ كده نستبعد دوت ونشوف هنعمل ايه تاني. زي ما احنا شايفين فضينا كده العصير بتاعنا في البولة، وده اللي خرج من النوى او البذرة بتاعت الايه المانجا. شايفين؟ هنبدأ بقى كده نفضيه هنا كده، ونبدأ بقى نقلبه. شايفين بقى كمية العصير اللي خرجت من البذر والنوى؟ شايفين ما شاء الله كمية كبيرة جدا. اهي كده بقى هنبدأ بقى نخزن العصير دوت، او لو حابة تشربي دلوقتي مفيش اي مشكلة. طبعا كده خزنا المانجا وخزنا كمان عصير مانجا. ودي شكل المانجا بعد ما فرزناها وعبيناها كده في البطرمانات الكوبايات طبعا والدورق. هنبدأ كده نفضيها في الاكياس ونعبيها طبعا في الفريزر. ودي طبعا اول تخزينات رمضان، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.